السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد البنات. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا اكبر صندوق وصلني البنات من عند شي ان. وثاني حاجه غادي تشوف في الفيديو عاوتاني جديد ديال ميركادونا اللي هما واحد البرفومي اللي الثمن ديالهم يقدر يشريه اي واحد. وصراحه حمقوني من جديد كاع اللي كنت وريت لكم في الفيديو الفايت. هذا الجديد هذا عجبني بزاف. المهم البنات قبل ما نطول عليكم غنقول لكم باللي اي حاجه بانت في هذا الفيديو هذا غادي تلقاوها في الرابط لتحت في الفيديو. هذا الشيء اللي غنشارك معكم صراحه زوين بزاف، وديال ديال الديور يعني ديال الدار، داكشي ديال ماشي ملابس. دابا غادي نشارك معكم داكشي ديال اوغا. غادي نوري لكم واحد الاله اللي كدير المساج بالنسبه للناس اللي كيضرهم الظهر ديالهم. تقدروا تشريوها للوالدين ديالكم الا كان كيضرهم العنق ديالهم. هنايا الوليدات ديالكم الا كانوا كيستعملوا الاورديناتور بزاف، يعني بيسي نعستي منطي كيضرك الظهر ديالك، العنق ديالك. كنتي خدامه كيضرك العنق ديالك، عندي لكم حل البنات وانا براسي خديتها. البنات غادي نخليكم تشوفوا الفيديو انني كنحلها في ميني فيديو، وغادي نوري لكم حتى طريقه الاستعمال. اول حاجه اللي جلبتني فاش حليت الكرتونه عرفت باللي هاد الفونده هذه كتقدروا تحيدوها الا توسخات لكم باش تصبنوها. كتجي فيها واحد السلسله تما كاين في هاد الجهه هادي، كتحلوا هذيك السلسله وكتليمبيو الفونده الا توسخات لكم حتى كتنشفوها تعاودوا ما شفناها في الفيديو البنات. طريقه الاستعمال ديالها سهله وبسيطه. عندكم هنايا البنات فاش كتوطيو على البوطون كتحلوها بحال هكا. شوفوا البنات كيفاش كدير، نقلبها لكم كيفاش كدير. هادو كيتحركوا وكيدير لك المساج بحال شي واحد كيدير لك بحال هكا هنايا في العنق ديالك. المهم هاد المنطقه هذه البنات دائما كيتجمع لينا بحال مثلا كنكونوا كنتعصبوا داكشي من هنايا. اصلا الا كان عندك ستريس بزاف فاش كتمشي عندهم كتبغي ديري مساج، اول حاجه ستريس، الناس اللي كيتعصبوا ستريس كيديروا لك المساج هنايا، حيت هنايا كيكون داكشي كيكون مشكرف وكيضرك الراس وكلشي. المهم داكشي انا عندي نفس المشكل، داكشي على خديت هذه البنات وكتشارجيها، يعني كتشارجيها بالضوء كيعطوك واحد البريز ديالها، راه وريتو لكم البنات. وثاني حاجه هنايا البوطون الثاني البنات، المهم فاش كتبان لكم خضره راه مشعوله. البوطون الثاني شوفوا كيفاش غتبدل السرعه، يعني كتكون ناقص لينتو على حسب، ولا بغيتو ديروه هكا نيت يقرصكم مزيان، وهذا راه كاع مجهد. المهم ثاني حاجه البنات اللي بغيتو كيتقلب الاتجاه، يعني بهذا البوطون هذا اللي فيه هاد الدوره هذه عندكم الاتجاه كيدور هكا، وعاوتاني كيتقلب الاتجاه. لو درتو على هذا كتبقى واقفه وكتقلب لكم الاتجاه. انا خدمتها كتقرصني ولكن كنحس بالراحه والله. عرفتي عندي واحد البلاصه في العنق ديالي فاش كنت صغيره كنت كنهز الموتشيله، ديك الموتشيله اللي فيها لابريك ماشي الكتوب وكان الكتف ديالي بقى هكاك ما تلاتش بغى يبرى. الله يا اختي عرفتي واعر والله، ما نقولش لكم. كتشديها من هنا وكتبقاي تبدلي الاتجاه. دابا غادي ندوزو نشوفوا الباكيتي الاخر. اللي كيجيو فيها البنات هاد النباتات هادي صراحه كيجي فيها واحد جوج ثلاثه ديال النباتات. علاش عجبوني هاد النباتات؟ شويه كيبانوا بحال لا طبيعيين، وثاني حاجه
هو كتقدروا تغسلوهم، ماشي بحال دوك اللي كيتباعوا عند شي واحد. انا تشوفوا فيهم الخاويه، يعني انا غادي نحطهم ونفهمكم. يعني هادو كيجيو هاد النباتات كيجيو فيهم الخاوي من الداخل، يعني غير يعمروا لكم بالغبره كتقدروا تغسلوهم. دوك اللي كنشريو عند الشينوا ما كنقدروش نغسلوهم، حيت كيكون فيه بحال التراب بحال الحجر، ما شنو كيكون فيهم من الداخل، ما كتقدريش تغسليهم. هادشي اللي كنقول لكم انا البنات شوفوه، راهما دايرين لهم غير واحد التيو بحال هكا ملصقين فيها النبته، والنهار يتوسخوا لكم كتشدو كتغسلو كامل مع هادو بيضين، كتغسلوهم كامل وكتنشفوهم، ما عندكم هنايا والو ما يخسرش. هاد النباتات هادو البنات تقدروا ديروهم في الدوش، تقدروا ديروهم في الكوزينه، كيعطيو منظر زوين صراحه. هما فيهم 5 جميع الاشكال. غادي ندير النص في الكوزينه والنص في الدوش، وغندير واحد النبته نخليها في البيت، بحال النهار اللي كنبغي ندير مثلا تصوير ولا شي حاجه كيعجبوني بحال هاد النباتات هادو، كيجيو زوينين. غادي نشارك معكم حتى واحد المصلح بالنسبه للناس اللي عندهم القفاط الجلالب وصعابين ضروري خاصهم المصبانه. انا عندي لكم حل البنات، نقول لكم واحد المصلح هنايا كيصلح التكاشط ويصلح القفاطن ويصلح الجلالب غير في الدار بلا ما تحرق، ما غتحرق لك ما والو، 2 دقائق كيصلحهم لكم. وهذاك النوع ديال المصلح هو اللي كيستعملوا في المصبانات. هو هذا البنات اللي خديته من عند شي انت، هو راه فيه اوفرتا اللي فيه التخفيض، يعني هذا خديته في التخفيض وراه دايرين ليه دابا في التخفيض غير ديك 17 واقيلا ولا 16 يورو باش خديته. ثمن مناسب جدا يعني، وفيه جميع اللغات هنايا طريقه الاستعمال ديالو. المهم انا خديته في الروسه، كاين عندهم في الزرق، وانا خديته في هذا اللون هذا الروسه. هذا البنات قال لي كيهز حتى ل 300 مليلتر ديال الماء ياك، وهذا راه ما كيحرقش لكم الحوايج اللي صعابين بحال مثلا القميجه ديال النيلو. نهار اللي كتكوني كتصلحي بداك المصلوح عادي راه غطفى فيه غيتحرق. هذا النوع البنات ديال المصلوح كما كتشوفوا راه فيه الماء، حيت جربته. كتحيدوا هذا كتخرجوه ساهل، يعني كتوطيو على هذا البوطون هذا، الا نزلتوا هذا البوطون هذه كيتحل لكم هذا. كتقدروا تعبروا فيه حتى 100 مليلتر، تقدروا تعبروا فيه الماء اللي بغيتو. هذا البنات كما قلت لكم راه كيهز 300 مليلتر ديال الماء. المهم من بعد ما كنوطيو على هذا البوطون باش يتحل لينا هنايا، من بعد كنرجعوه ملي كنعمروه بالماء كنرجعوه بلاصتو، كنشعلوه دغيا كيسخن. هذا البنات شنو كديري هي كتوطي على هنايا بحال هكا، وكيخرج لكم البخار سخون من هنايا. فاش كيخرج البخار نتوما كتصلحوا الحاجه واقفين هكا كتصلحوها، يعني بحال هذوك ديال المصبانه، ما كاين لاش طفي في اللبسه. هذا كيقدر يصلح لك التكشيطه، القفطان، الجلابه، دوك اللي صعابين، هاد القوامج هادو ديال النيلو، الحوايج ديال النيلو، حيت كاين شي حوايج ما كيتصلحوش، كيقول لك هادو راه صعيب تصلحيهم حيت كيتحرقوا. وانا عندي من هذوك النوع ديال الثوب، وانا ما بغيتش صراحه. كان عندي واحد السيف داك ديال الطيران، هو كان من هذاك النوع ديال الثوب، ومشيت حرقته واحد البلاصه. المهم كتشمو الضوء، انا كنغطي ديك البلاصه. علاش؟ بسبت هذاك المصلوح، هو اصلا خاصو يصلح ليه بحال هذا المصلوح هذا ديال البخار. شوفوا البنات تبارك الله شحال كبير وبثمن مناسب. راه داروا لي دابا التخفيض، داروا لي واقيلا غير 16 ولا 17 اورو اللي داروا لي، الا ما لقيتو عاوتاني نزل اكثر. المهم هذا راه ثمن مناسب كما كتشوفوا، وكيصلح لكم كاع الاثواب الصعبه، بحال مثلا التكشيطه، القفطان، كلشي داكشي. وخصوصا الناس اللي كيبيعوا تكاش والقفاطن وداكشي وكيجيهم صعيب، ولا كيكريو كيجيهم صعيب يصلحوا في الدار، ما عندكم غير تاخذوا بحال هذا بالزربه كتصلحي القفطان والجلابه صافي. الحاجه الاخرى اللي خديت من عند شيئين وبانت ليا بلي عندهم هاد المعالق هادو ما كيتصداوش نهائيا، ودايرين بحال المعالق ديال النقره، يعني هادو حسبيهم معالق النقره، يعني اللون ديالهم ما كيمشيش نهائيا.
هاد المعالق هادو البنات ديال اسيرو انوكسيدابلي، هادو ما غاديش تقدري تلقايهم هنايا رخاصين، انا لقيتهم عندهم رخاصين بزاف وخديتهم بعينيا مغمضين، حيت مكتوبه فيهم ولا فيهم الطبع ديال اسيرو انوكسيدابلي. الا مشيتي انت تضربي دوره في الكورت انجليز وبغيتي تقلبي على طوانك ديال اسيرو انوكسيدابلي، راه ما تقدريش ديري فيهم يديك، غالي لواحد الدرجه ما نقولش لكم. واحد المعلقه كيحسبوها همايا بشي 10 اورو ولا سميتو، غير واحد المعلقه. ايوا ديري المجموع ديال الفرشيطات والمعالق الماس بحالاش غادي يطلعوا لك تما في كورت انجليز، كيطلعوا لك غاليين بزاف. المهم هادو البنات كما قلت لكم اسيرو انوكسيدابلي، والشكل ديالهم رائع، ماشي غير هذا الشكل اللي عندهم بزاف ديال الاشكال. المهم حنا عندنا اصلا ديال اسيرو انوكسيدابلي ديال النقره، ماشي ديال النقره، النقري، ويعني عندنا ديال النقري اصلا. وانا دائما كنبغي ديال الذهبي يكونوا في الطبله، حيت الذهبي كيعطي واحد المنظر زوين بزاف، يعني ما بين ديري النقري من الذهبي، ولكن دائما ديال الذهبي ما كنقدرش نزعم عليهم هنايا، خصوصا ديال الشينوا ديال هنايا كيبيعوا داك الماده اللي كتكون ديال الحديد كتصدى، وما غاديش يعني 100% نكون انايا كناكل فيهم ويتصداو ويكونوا مصدين ولا تكون فيهم شي ماده كتسميتو. هادو البنات راه مكتوبه فيهم من اللور، مكتوبه فيهم باللي ديال اسيرو انوكسيدابلي، واخا تغسليهم وتعاودي تغسليهم ما كيمشيش لهم اللون ديالهم وكيبقاو دائما هكا ذهبيين كيشعلوا. فهادو كيجي فيهم واحد المعلقه صغيره اللي تقدري تستعمليها بوستري ولا تحركي بها القهوه. كتجي هاد المعلقه الكبيره اللي نقدروا نشربوا بها الحريره ولا السوبا كما كتشوفوا، على حسب كيف ما بغيتو نتوما ديروا بها. كتجي هذيك ديال البوستري صغيره وكتحركي بها حتى القهوه، وهاد الكبيره هذه اللي كتقدري تشربي بها السوبا ولا الحريره. شوفوا الشكل ديالها البنات كي دايره بحال داك المغرفات ديال دوك المغرفات ديال الخشب ديال البكري. وهنايا البنات راه الطابع ديال اسيرو انوكسيدابل، يعني ما كيتصداوش. كتجي الفرشيطه اللي كتجي حتى هي الصراحه كبيره وزوينه. شوفوا البنات شحال واعره. الناس اللي غيقولوا لي هذا ما يمكنش يكون هذا الشيء كامل ديال اسيرو انوكسيدابل، لا، حيت الشينوا هما عندهم اسيرو انوكسيدابل والنقره بزاف، يعني عندهم هما في بلادهم النقره وهذا النوع ديال الماتيريال رخيص بزاف في البلاد ديالهم، يعني عندهم هما في البلاد ديالهم بزاف هاد اسيرو انوكسيدابل. المهم شوفوا البنات الفرشيطه زوينه، شوفوا شحال واعره وكتبان واعره بزاف، يعني هذه راه تحطيها في الانبيتادوس وداكشي في الطبله ولا سميتو، راه واعره بزاف، شي حاجه راه راقيه. وهنا ما نساوش البنات الطابعه راه دايرينهم فيهم كامل باللي اسيرو انوكسيدابل ما كيمشيش لهم اللون. هو الموس اللي كنقدروا نقطعوا به اللحم كلشي، المهم ماشي اللحم يعني اللحم في الطبسيل وداكشي. كيجي فيه المعلقه الكبيره، معلقه صغيره، الموس والفرشيطه. هاد الباك هذا الناس اللي باغيينو راه دايرين لي اوفيرطه، دخلوا خذوه، راه واعر بزاف، راه ما كيتفسخوش هاد المعالق. وهادو راه دايرين فيهم باللي ديال اسيرو انوكسيدابل، هادو راه ما تحلميش بهم تلقايهم في اسبانيا بثمن رخيص. والحاجه الاخيره اللي غادي نوري لكم هي هذه البنات، عاود خديت عندهم فريدوره. هاد فريدوره هذه البنات اللي خديت عندهم الاولى كنا خديناها عندهم، عجبتنا بزاف، طلعت لينا واعره كطيب داكشي كديرو زوين، ما طرا لها حتى شي حاجه زوينه. وقلنا علاش لا ما ناخذهم عاوتاني من عندهم، يعني خصنا وحده اخرى تاني تحطيها ابارتي يعني الا بغيتيها وداكشي. هذيك عندنا في الكوزينه الطوب، خدامه مزيان، ديال ستيترو راه كبيره بزاف وديال فاميليا، وهذه شويه صغيره علي ماشي 6 8 ايترو، يعني ديال العائله هذيك. الا كان عائله كبيره راه مزيانه هذيك اللي عندنا. وهذه خديتها شويه صغيره عليها. الثانيه اللي قلت لكم ديال 6 ايترو، هاد ديال 6 ايترو انا غادي نشاركها معكم. الناس اللي باغيين فريدوره راه دايره لها رباخه، هادي راه دايره لها اوفيرطه. علاش خديتها؟ راه دايره لها حتى هي اوفيرطه. هادو كامل اللي خديت عندهم ديال اوغال راه دايره لهم اوفيرطه. ديك الاولى الصراحه ما كانوش دايرين لها اوفيرطه، هذيك بلا اوفيرطه، ولكن هذه فيها اوفيرطه. الناس اللي باغيين واحد فريدوره اللي يطيبوا فيها وداكشي، راه انا جربت لكم ديال شي تقدروا تاخذوها بعينيكم غامضين. انا صراحه عجباتني، دايره بحال لي مارك الاخرين. اليد ديالها ذهبيه، هذه شي شويه مغيره على هذيك الرماديه اللي وريت لكم، مغيره غير شويه. وكما كتشوفوا هنايا راه كيف ملي كديروها في الضو كتشعل لكم من هنايا. المهم هنا فيها كتزيدي وكتنقصي واشنو اللي غادي طيبين بعد ملي غادي تحلها كيخرج لك داكشي، يعني اشنو اللي غادي اشنو بغيتي طيبي، واش اللحم البطاطا بحال هذيك الاولى اللي
وهذا البنات راه ديالها كما كتشوفوا راه كبير، راه كيهاز زعما تبارك الله، راه كيهز مزيان. خصكم ديروا ليه غير هذاك الورق ديالو، راه خديتو حتى هو راه كاين عند الشيئين، ديروا ليه غير هذاك الورق ديالو باش هذا ما يخسر لكمش بعد المده، بحال الفران خصكم تحافظوا عليه. وهذه البنات الشبكه ديالو ضروريه كيديروا لك هنايا، ضروريه كيف ما كتشوفوا هكا. نتوما زيدوا عليها داك البابيل النهار اللي تبغيو تاخذوا فريدوره، ما تنساوش تاخذوا عند تاخذوا عندهم داك الورق، راه 50 حبه ولا 100 حبه كدير غير بشي اورو شي حاجه. هذا كيحافظ لكم على سميتو، حنا عندنا في الدار وريتو لكم داك النهار، كيحافظ لكم على فريدوره من الداخل باش ما دوك الدهون وداك الشيء ما تخسر لكم بعد المده. المهم هذه البنات راه دايرين لها اوفيرطه، الناس اللي باغيين شي فريدوره واعره راه دايرين لها اوفيرطه دابا حاليا، ولكن ما عرفت فين غيوقفوا اوفيرطه. انا صراحه استغليت الفرصه وخديناها عاوتاني، حيت الاولى صدقات لينا واعره والثانيه حتى هي. المهم الناس اللي باغيين ياخذوا مثلا وحده في اسبانيا وياخذوا الثانيه للمغرب، ولا ياخذوا الثانيه لشي واحد منهم من العائله، الام ديالك دابا راه قريب عيد الام، المهم راكم عارفين. المهم البنات هادشي اللي خديت من عند شيئين صراحه عجبني بزاف، كما ديما كيعجبني داكشي ديالهم واعر الطوب، لا في الاوغار لا في الحوايج، داكشي عندهم التا كاليداد كيعجبني بزاف. والمهم البنات دابا غادي ندوز نوري لكم الجديد ديال ميركادونا. بالنسبه للجديد ديال ميركادونا جابوا هاد الروايح هادو ديال فلور دي مايو، كما كتشوفوا هادو شي حاجه طوب، عجباتني الريحه ديالهم. المهم لطيفه قالت لك ما عجباتها، ولكن انا عجباتني الريحه ديالهم، يعني شي حاجه خطيره، شميتها واعره. وهذا البنات راه كما كتشوفوا ديال فلور دي مايو اللي اسمه دايلي لوف، اللي فيه شحال من مليلتر بلاتي نشوفوا 48 مليلتر. وهاد الروايح هادو ديال الدجاج، يعني القرعه ديال الدجاج، والثمن ديالهم كيديروا غير ب2.50 اورو. صراحه عجبوني بزاف الريحه ديالهم، وتقدروا تاخذوهم الريغالوس، تقدروا تاخذوهم الوليدات ديالكم، تقدروا تاخذوهم لكم، انا خديتهم ليا. المهم هذا هو الجديد البنات اللي قلت لكم عجبني في ميركادونا وثمن مناسب. نتمنى يعجبكم الفيديو، يعجبكم ما تنساوش لي لايكات، واي حاجه هضرت عليها في هذا الفيديو هذا غتلقاوها في الرابط لتحت. وبسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.